السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل بقى مع بعض المسقعة الجميلة دي. أكلة طبعا حلوة قوي وسهلة جدا وتفتح النفس. هنعملها مع بعض بأبسط طريقة ومن غير لحوم خالص، وطعمها برضو لذيذ وجميلة جدا. بصوا ما شاء الله شكلها يعني يفتح النفس. أول حاجة كده هنجيب البتنجان ونقشره. بص انا مش بقشره خالص، انا بشيل كده يعني بشد 4 خطوط كده بالمقشرة يعملوا شكل. وممكن تستغنى عن الخطوة دي وممكن تقشريه كله خالص، يعني براحتك اللي انت عاوزاه. بعد كده هجيب زيت بقى واقطعه وابتدي ان انا احمره. هقلي البتنجان هنحطه كده في الزيت. بعد كده نعمل بقى الصلصة بتاعتنا الجميلة دي. هناخد كده معلقتين زيت من الطاسة اللي فيها البتنجان بالشكل ده كده. هنزل عليهم بقى معلقة توم كبيرة كده مفروم. تقدري تحطي فلفل دلوقتي كده في الصلصة، وتقدري تحطيه في الاخر مقلي كده براحتك خالص. هشوح بقى التوم كويس قوي في الزيت كده لحد لونه ما يبقى ذهبي كده وحلو. بكون مقطعه طماطم بقى قطع صغيرة جدا، انا بحب اقطعها وانتي ليكوا الحرية طبعا. في ناس بتحب تعصرها في الخلاط او تضربها في الكبة، انا بحب اقطعها قطع صغيرة كده بتدي طعم احلى، وانا بحب الطريقة دي بصراحة. اول ما يتحمر كده معايا يبقى لونه ذهبي، هنزل عليه بقطع الطماطم اللي انا مخرطاها صغيرة. المسقعة دي اكلة شعبية طبعا جميلة جدا. في ناس بتعملها بلحمة مفرومة، وفي ناس بتعملها زي ما انا عاملاها كده سادة خالص، بتبقى حلوة قوي. في ناس بتحب تضيف عليها بطاطس برضو محمرة. ليك انت بقى حرية التعامل معاها، يعني عايزة تضيفي لها حاجة، عايزة تشيلي حاجة، براحتك خالص. انا عملتها من غير لحوم ومن غير بطاطس. هنا بقى حطيت الصلصة غطيت عليها تتسبك، ولو احتاجت بقى شوية مية كده، لو الطماطم ناشفة ولا حاجة بتضيفي لها معلقتين 3 كده علشان تتسبك كويس قوي. وكنت حمرت البتنجان اهو هطلعه عبال ما هي تتسبك. هطلع البتنجان بقى واحمر غيره، واكمل بقى اقلي الفلفل. نقلي بقى الفلفل وبقية البتنجان ونرجع مع بعض تاني. كنت بشوف الطماطم لقيتها محتاجة معلقتين مية كده، زودتها وابتدي احط لها بقى كمون وشوية فلفل اسمر وكزبرة. انا حطيت عليها الدقة اللي انا بعملها الجاهزة دي. تمام كده. تظبطي بقى الملح بتاعها. بالشكل ده كده، وتسيبها بقى تتسبك كويس قوي. لو عندك الهراسة اللي هي بتاعه البطاطس دي، تقدري ان انت بعد ما تتسبك شوية كده بالشكل ده، تقدري ان انت تهرسيها بالهراسة دي عشان ما يبقاش قطع الطماطم باينة وتضايقك يعني. تمام. انا كده مش هستخدمها على المسقعة غير لما تستوي خالص واحس ان هي اتسبكت كده كويس. هنا البتنجان كان جاهز والطماطم اهي اتسبكت كويس جدا. هنزل بقى على البتنجان كده بالصلصة. حابة برضو تعملها طبقات، تحط بتنجان بعد كده صلصة بعد كده بتنجان تاني براحتك، بس انا عاملاها يعني بطريقة مبسطة جدا جدا جدا. بس كده، حاجة بسيطة وخلاص المسقعة بتاعتنا جاهزة. انا كده مولعة عليها النار تاني على نار هادية كده. كنت بحمر بقى بطاطس في الطاسة. نزلت بقى عليها بالفلفل المقلي. تقدري لو عايزاها حراقة قوي ان انت تحطي الفلفل المقلي مع الطماطم، ياخد كام غلوة كده. لان انا قلت مش عايزة اغلفة صلصة عشان مش عايزاها حراقة قوي يعني.
اللي عاوز بقى يحس بقى بالحرارة بقى ياكل بقى بالفلفل كده معاها، بس عشان لو في حد كل منها مش حابب الحراق ما تبقاش حراق قوي. وكده المسقعة بتاعتنا كانت جاهزة. ايه رأيكم بقى فيها؟ يا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتقولوا رأيكم في الكومنتات، ودعوة حلوة كده من القلب. وده كان فطارنا النهاردة، فول وطعمية ومسقعة بطاطس، مقطعين بصل كده وطماطم وخيار. قولوا لي بقى رأيكم في المسقعة بتاعتي البسيطة خالص دي. اتمنى تعجبكم واتمنى طريقتي تكون مبسطة وسهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.